السلام عليكم. اليوم مع عالمنا الصراع رايحة نتقاسم معاكم وصفة كبد الدجاج، كبدة تاع الدجاج صوتي. شوفوا كيفاش تجي بنينة بالثوم والخل والرند. ابقاو معايا رايحين نتقاسموها مع بعض. هنايا بعد ما نقيت هذيك الكبدة كامل غسلتها مليح بالخل، قطرتها هكذا، نشدها نقطعها هكذا قطع. انا هنايا ديت كيلو تاع كبده، يعني بدون قوانص ولا قلوب، غير الكبده. هكذا نشد انا كامل نقطعها. هنايا جبت مقلاة درتها فوق النار، ندير فيها الزيت، ندير واحد 4 مغارف تاع الزيت، يعني هاد الوصفة تحتاج الزيت. نخليوها تسخن شوية ونحطو هذيك الكبدة. نقوي لها النار، ما نقصلهاش النار، هكذا باش ما تطلقش هذاك الماء. نخليوها تقلع شوية. حتى يتبدل اللون تاعها. وهنايا نوجد الثوم، هنا عندي 4 سنات تاع الثوم يكونوا كبار، وعندي 3 ورقات تاع الرند. نقي هذاك الثوم ونقطعو قطع صغيرة. ها هي هنايا بعد ما تقلات شوية نحط هذوك 3 ورقات تاع الرند، نزيد هذاك الثوم اللي قطعته هكذا، ونخليها تزيد تكمل الطياب تاعها. هنايا في هذه المرحلة نقصوا لها شوية النار باش هذاك الثوم ما ينحرقش. خلوها تكمل الطياب تاعها. يعني هنا مازال ما ضفتش الملح، رايحة نضيفه. شوفوا هنايا بلا ما نحرق هذاك الثوم، نضيف الملح حسب الذوق. نجيب الخل، هذا الخل بنكهة الثوم. نضيف 3 مغارف، حتى 4 مغارف تاع الخل هكذا. شوية نطفي عليها، نضيف لها شوية تاع المعدنوس ونطفي عليها ونشوفوها في طبق تقديم. هيا هنايا بعد ما حطيتها في الصحن، تجي خفيفة تجي بنينة يعني،
نغيّروا من الكبدة مشرملة، جربوها ماش راحين تندموا، إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.